السلام عليكم. كنتمنى من الله تعالى تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله يا ربي غادي نحضر معكم بسبوسه بلا كريم بطريقه رائعه. نبداو لا فيديو ديالنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نمشيو المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 4 ديال البيضات من حجم متوسط، 2 ديال الياغورت بنكهه الفانيلا، كاس وربع ديال السكر اذا ما كان خصكمش تجي حلوه عملوا غير كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، وكاس ونص ديال الدقيق. بالنسبه للسميده وكوكو والخميره غادي نحتاجوهم تنخلطوا هاد المكونات هادو الاولين، عاد غادي ندوزو للمرحله الثانيه. فهاد المرحله هذه غادي نزيدو قشور ديال الحامض. من بعد ما خلطنا المكونات مع بعضياتهم غادي نقسموا الخليط الى قسمين يكون متساوي. بالنسبه للقسمه الاولى غادي نزيدو لها علبه ديال السميده، يعني ديك الياغورت اللي استعملنا غادي نعبروا به السميده. نستعملوا علبه ديال السميده ونص علبه ديال الكوكو وزائد معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات. غادي نخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم ونرجع لكم. ملاحظه، عبرت بالعلبه ديال الياغورت حيت كتجيني هشيشه، يعني ما كتجيش قاصحه. الا عبرتو مثلا بالكاس غتجيكم قاصحه، يعني كتفوت العبار ديالها. بالعلبه ديال الياغورت كتجي هي هذيك، ما كتجي قاصحه ما كتجي هشيشه، يعني كتجي كما خصها تكون. غادي نخلط هذيك الكميه ونرجع لكم. في هذه المرحله هذه غادي ندهن اللاطه ديالي وغادي نرشها بالدقيق والسميده. بالنسبه لللاطه اللي استعملت انا الطول ديالها العرض ديالها 26 سنتيم على 26 سنتيم، ويمكن لكم تستعملوا لاطه تكون 30 سنتيم على 30 سنتيم. في هذه المرحله هذه غادي نخوي الخليط ديالي وغادي ندخلها للفران، ولكن غادي نشعل العافيه غير من الوجه ديالها، يعني ما غنشعلهاش العافيه من تحت، غير تشبر في راسها. غادي نخرجها باش نخوي عليها الكريمه. بالنسبه للمكونات ديال الكريمه غادي نحتاج نصف لتر حليب، 3 ديال القطع ديال الفرماج، 2 علب ديال البيرلي، 3 معالق كبار ديال السكر سنيده، زائد 3 ديال المعالق كبار ديال المايزينا يكونوا معمرين. في هذه المرحله هذه غادي نخوي الحليب في كاسرونه وغادي نزيد عليه مايزينا والسكر وغادي نخلط المكونات مع بعضياتهم مزيان حتى تجانسنا الخليط. من بعد ما تجانسنا الخليط غادي نوضعوه على عافيه تكون مهيله مع استمرار في التحريك، يعني ما نوقفوش يدنا نهائيا. من بعد ما يبدا تعقد معنا كريمه غادي نزيدو هذيك 3 القطع ديال الفرماج وحنا كنحركو. اذا ما تجانستكمش الكريمه مع بعضياتها يمكنكم تستعملوا الخلاط الكهربائي او الخلاط اليدوي، على حسب الرغبه وعلى حسب المتوفر في المنزل. من بعد ما كنحيدوهم فوق العافيه غادي نضيفوا لي بيرلي وغادي نستمروا في التحريك حتى نحصلوا على كريمه متجانسه في الاخر. ومن بعد ما خرجنا بسبوسه من الفران كما كتشوفوا يعني شابره في راسها. السبب علاش دخلناها الفران وطيبناها غير من وجهها حيت هي باقا ما طيبش من تحت، غير باش ملي نخويو الكريمه يعني ما تخلطناش الكريمه مع السميده. غادي نخوي الكريمه غادي نوزع على وجه ديال البسبوسه، غادي ندخلها الفران باش تشبرنا في راسها باش نزيدوها النصف الثاني ديال الخليط ديال البسبوسه اللي كنا خلينا في الاول. وفي هذه المرحله هذه غادي نخلط كميه الخليط اللي بقات لي. بنفس الطريقه غادي نزيدو علبه ديال السميده، نصف علبه ديال الكوكو. بالنسبه للخميره غادي نضيفوها كامله. من بعد ما خرج الكريمه ديالي من الفران كما كتشوفوا يعني كتجي عاقده وشابره في راسها، غادي نوضع كميه الخليط اللي بقات لي وغادي ندخلها للفران على عافيه تكون مهيله. غادي نطيبها دابا من تحت ومن بعد ملي نشوفها طابت غادي نشعل العافيه من فوق. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفران. بالنسبه للسيرو اللي غادي نسقيو به البسبوسه غادي نحتاجو كاس الا ربع ديال السكر، كاس الا ربع ديال الماء، ربع كاس ديال الحامض. غادي نخلطوا المكونات مزيان حتى يتجانسوا لنا مع بعضياتهم، ثم بعد ذلك غادي نوضعوهم على عافيه تكون مهيله. الوقت ديال الطياب ديالو غادي ياخذ معنا 6 دقائق 7 دقائق، المهم حتى يبدا يغلى، يعني حتى يغلى مزيان. عاد غادي ننزلوه فوق العافيه.
وهذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه، كتجي رائعه رائعه ما شاء الله، يعني لا مذاقا ولا شكلا، روعه روعه ما شاء الله. يمكن لكم تحضروها للضياف او الاعياد الميلاد او كتحليه، يعني روعه روعه ما شاء الله. اما فيما يخص التزيين كيبقى على حسب الرغبه ولا حسب متوفر في المنزل. انا زينت بهذه الطريقه هذه على حسب متوفر في المنزل، ثم كيبقى لكم حريه الاختيار. بالنسبه للسيرو، الا كانت البسبوسه سخونه خص السيرو يكون بارد عاد نسقيوها، او العكس الا كانت البسبوسه بارده خص السيرو يكون سخون باش البسبوسه كتمتص من ديك السيرو دغيا، يعني دغيا كتشرب ديك السيرو. وصلنا الى نهايه الفيديو، استودعكم الله وكنقول لكم شكرا لمشاهده الفيديو. ما تنسوش يجيم للفيديو ومتابعه قناه حلويات الامهات باش يوصلكم كل جديد. بالنسبه للاضاءه كانت ضعيفه شويه حيت صورت الفيديو بالليل. المهم كنقول لكم شكرا للمشاهده. ما تنسوش متابعه قناه حلويات الامهات باش يوصلكم كل جديد.